تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. وإلى الفن التشكيلي مرة أخرى مستمعينا الكرام، ومعنا الآن عبر الهاتف الفنان المتميز الأستاذ أحمد بيرو مؤسس جماعة فنية مصرية. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك معنا. اهلا بك يا فندم. سعداء بوجود حضرتك معنا على موجات البرنامج الثقافي في هذا اللقاء لنتحدث عن المعرض الجديد لجماعة فنية مصرية. ما أهم ملامح هذا المعرض يا فندم؟ هو المعرض بعنوان السياحة فين؟ المعرض بيضم حوالي 250 صورة فوتوغرافية، بيغطي أماكن سياحية جديدة في مصر. بنحاول نكبر الأجندة السياحية المصرية عن طريق أماكن جديدة بعدسات جماعة فنية مصرية، عدسات جديدة يعني رؤية جديدة من التصوير الفوتوغرافي. رؤية جديدة للتصوير الفوتوغرافي يا فندم؟ أيوة يا فندم، يعني زوايا جديدة من التصوير. كيف جرى الإعداد لهذا المعرض؟ احنا بقالنا فترة بنعد ليه، يعني احنا عملنا فعاليات قبل كده للتصوير الفوتوغرافي بعنوان مصر الحضارة. ده جزء جديد من المعرض بيضم 250 عمل، بيضم حوالي أكثر من 5 أو 6 محافظات. بيضم جديد فيه المحميات الطبيعية. معروف إن مصر فيها 28 محمية طبيعية فريدة من نوعها، فاحنا غطيناها تصوير فوتوغرافي وبنحاول نعمل دعم لسياحة المحميات. سياحة المحميات الطبيعية في مصر. بالظبط كده يا فندم، والسياحة الجبلية والسياحة العلاجية. عندنا جزء في المعرض بيضم مصر هبة النيل، بيضم السياحة النيلية، وبنحاول إن احنا ندعم السياحة على جميع المحافظات المطلة على نهر النيل. خليني أسألك أستاذ أحمد، طبيعة عنوان هذا المعرض السياحة فين؟ يعني أنتوا عايزين تقولوا إيه من خلال هذا العنوان؟ فين السياحة، ولا في أماكن أخرى ممكن نستجم فيها، ممكن نمارس فيها السياحة بشكل أكبر وأوسع نطاقا؟ هي السياحة فين؟ أماكن جديدة من السياحة. بنلفت انتباه الحكومة برضو إن في سياحة محتاجة دعم كبير جدا، وإن شق السياحة ده شق مهم في مصر، لأن بيضم حاجات كتير جدا بتخدم المجتمع المصري. السياحة فين؟ السياحة في محافظات جديدة وفي أماكن جديدة. بنحاول نروح للأماكن اللي مش موجودة على الخريطة السياحية وبنحاول نكتشفها. بنحاول ندعمها بإن احنا نجمع معلومات عن الأماكن السياحية دي، وبنحاول إن احنا نعمل أفلام على اليوتيوب بحيث إن نترجم المعلومات دي بالعربي وبالإنجليزي والفرنسي، وندعم السياحة الخارجية كمان. أنا اللي متعودة مع جماعة فنية مصرية ومع الفنان أحمد بيرو، متعودة معاكم أنكم تقومون بدراسة أي موضوع تتصدون له دراسة وافية لتخرجوا بعد ذلك بمعرض فني مبهر عن هذا الموضوع. احنا بقالنا فترة بنعد للمعرض. نزلنا عملنا ورش عمل في المحميات الطبيعية وطلعنا رحلات. في مننا اللي سافر البحر الأحمر وراح محمية زي راس محمد. في شباب سافرت الأقصر وأسوان، شباب طلعت محافظة اسكندرية. ابتدينا إن احنا نجمع عدد صور كبير، يعني غطينا حوالي 1000 صورة. من ال1000 صورة ابتدينا نطلع 250 عمل، بحيث إن احنا نطلع أول معرض. احنا عارضين في 4 قاعات عرض في أتيليه القاهرة في وسط البلد، مكان حيوي. بنحاول نجذب انتباه السياح الموجودين في القاهرة على الأماكن الجديدة إن هم يروحوا يزوروها ويشوفوا رؤية جديدة من السياحة في مصر. ممكن يكونوا هم تعودوا على الشيء المألوف عن طريق الصور الموجودة على الإنترنت. احنا بنحاول إن احنا نزود الصور دي بصور جديدة ورؤية جديدة. لما حضرتك بتقول 1000 صورة خرجتم بيها من ورش العمل المتعددة اللي عملتوها في جماعة فنية مصرية، لتخرجوا بعد هذه 1000 صورة ب 250 عمل فني أو صورة فوتوغرافية، معايير اختياركم للصور المشاركة في هذا المعرض، وعلى أي أساس تم اختيار الفنانين المشاركين؟ أول حاجة اختيار الفنانين، هم فنانين يعني بيشاركوا في الحركة الفنية وبيعرضوا ليهم عروض في مصر وخارج مصر. احنا طبعا بالنسبة لنا أي موهبة جديدة، موهبة شابة يكون عنده الموهبة وعنده طموح إن هو يخدم بلده ويكون عنده حب التطوع. إن هو المجموعة بتاعتنا جماعة فنية هي جماعة تطوعية بتخدم المجتمع المدني واجتهاد ذاتي.
الحاجه الثانيه ان احنا بناء على ان المعارض اللي فاتت كل فتره بناخد محافظه جديده، فبنختار المحافظات الجديده اللي ما تعرضتش قبل كده وبنبدا نعمل لها عرض. بنحاول ان احنا نقسم المحافظات بحيث ان المعرض يكون شامل لاماكن كتير، ما يبقاش المعرض مبني على منطقه واحده، لا في كذا محافظه، في محميات طبيعيه، في محافظات بتطل على نهر النيل. عندنا جدار من الصور القديمه اسمه ذاكره النيل، بنفكر الناس بشكل نهر النيل كان عامل ازاي زمان، صور ابيض واسود. ففي تغيير المعلومات، احنا كلنا فريق عمل، كل واحد بيجمع معلومات عن المكان اللي صور فيه، فبيبقى زي فريق عمل للمعرض. أستاذ أحمد، أنتم منذ نشأة جماعة فنية مصرية والبرنامج الثقافي كان معكم احتفالا بإنشاء هذه الجماعة من خلال معارض كثيرة، مشاركات كثيرة في ميدان التحرير، كثير من الفعاليات الثقافية التي شاركتم فيها. يعني أنتم تحرصون على تواجدكم كفنانين وكمهتمين بقضايا هذا الوطن من خلال الأعمال الفنية. إلى أي مدى ظهر ذلك في هذا المعرض؟ السياحة فين كانت جملة مهمة جدا في منطقة وسط البلد، وأكيد وسط البلد متضررة من الأحداث اللي بتمر بيها مصر. أكيد الناس محتاجة كتير إن هي ترجع السياحة في مصر تاني وتدور عجلة العمل. بصوا لمعارضنا على انه نوع من الخدمه الوطنيه القوميه، ان احنا بنخدم بلدنا عن طريق فننا وكاميرتنا والعدسه بتاعتنا. ابتدوا ان هم يتفاعلوا معانا، حبوا جدا اسم المعرض، حبوا الفكره اللي مبنيه عليها المعرض، اكتشاف اماكن جديده، توسيع الخريطه السياحيه في مصر، جذب السياحه الخارجيه ودعم السياحه الداخليه. اكيد فكره المعرض مبنيه على اهداف كتير، وطبعا كل منطقه بنعرض فيها بيبقى ليها برضه اهداف. يعني مثلا المحميات الطبيعيه احنا بنطالب عن طريق معرضنا بتطبيق قانون المحميات الطبيعيه وعدم التعدي عليها، لان ده حاجه قوميه، يعني شيء اثري، مش اثري بس، ده تراث طبيعي يعني. كذلك النهر النيل بنطالب ان احنا نركز على مشكله سد النهضه اللي بيقام حاليا في اثيوبيا. بنحاول نظهر للناس قد ايه مدى اهميه نهر النيل في معارضنا. كذلك في اماكن كتير السائح، يعني مثلا قصر البارون في مصر الجديده، السائح معروف ان هو بينزل مصر، ينزل شارع المعز، يروح الاهرامات. احنا بنحاول نفرجه ان احنا عندنا حاجات كتير جديده زي قصر البارون، زي مقابر الملوك، زي معابد جديده، البيوت الاثريه. نعم يا فندم؟ البيوت الاثريه اكيد طبعا، يعني البيوت والتكيات والمساجد، كل ما هو جديد بنحاول ان احنا نغطيه بالعدسه بتاعتنا. طيب استاذ احمد، سؤالي الاخير لحضرتك، التصوير الفوتوغرافي بعض النقاد يعتبرونه او لا يعتبرونه بالاحرى فنا تشكيليا خالصا، وانه يعني يتم زجه ضمن انواع الفنون او الوان الفنون التشكيليه، برغم انه يعني عباره عن عدسه و تقنيات قد تختلف من فرد الى اخر، وبرامج لتعليم الرسم عليه مثل الفوتوشوب و 3D ومثل هذه البرامج. كيف تعتبرون وكيف تتعاملون مع فن التصوير الفوتوغرافي من خلال هذا المعرض؟ فن التصوير الفوتوغرافي هو فن توثيق. الحضارات المختلفة توثقت عن طريق الفنون. احنا بنعتبر ان الفن التصوير هو فن حديث، رغم ان هو مصر تعتبر وليد الشرق في السينما وفي التصوير. الفن هو فن غني جدا. جميع البرامج اللي طلعت سواء الفوتوشوب او الحاجات الجرافيك، دي حاجات كلها بتخدم التصوير، يعني بتزود الجوده بتاعته، لان احيانا بيبقى في مثلا ظروف بتحكم على الفنان او المصور ان هو يصور فيها، فبالتالي دي برامج مكمله للتصوير الفوتوغرافي، بتزيد قيمته مش بتقللها يعني. طبعا التصوير الفوتوغرافي الاهميه كبيره لانه فن اعلامي،
عن طريق التصوير الفوتوغرافي للاماكن السياحيه. ممكن اعمل اعلان للسياحه المصريه، ممكن ان انا اقدر اجذب اكبر عدد عن طريق صوره بدون ما اكتب جمله او اعبر عنها. هي الصوره معبره عن المكان وعن القيمه والتاريخ اللي موجود فيها. نعم، يعني تستطيع الصورة الواحدة أن تتحدث ب1000 كلمة من كلامنا العادي. بالظبط كده. والمعارض التصويري بيبقى احتكاك ما بين المصور والجمهور مباشر، يعني الاحتكاك معبر في حد ذاته، ان هو يشوف الصورة ويحس قد ايه قيمة العمل الفني وقد ايه قيمة الاثر اللي موجود في الصورة او المكان اللي موجود، وقد ايه ان مصر جميلة وفيها اماكن كتير تستاهل ان الانسان لازم يروح ويشوفها، لان في اماكن كتير احنا كمصريين ما شفناهاش. لازم ان احنا نعمل ترويج للسياحه الداخليه كمان. استاذ احمد بيرو، يعني ارجو ان تكمل جميلك انت وفناني جماعه فنيه مصريه بان تضم هذه الاعمال التي قدمت في هذا المعرض، ما يقرب من 250 عملا فنيا، صوره فوتوغرافيه، لكي تجمع في كتيب او في كتاب تبعثون به إلى وزارة السياحة، إلى وزارة الثقافة، إلى وزارة الإعلام والمهتمين بحركة السياحة في مصر بأهدافكم النبيلة في حماية المحميات الطبيعية واكتشاف المناطق الجمالية في مصر، لكي تكون نبراسا لهم ومرشدا لهم في التعامل مع هذه الثروات الطبيعية في مصر. هو باذن الله احنا حلمنا ان المعرض يلف جميع المحافظات بحيث ان احنا نعمل ترويج للسياحه الداخليه. هنزود عدد افلامنا على اليوتيوب ووسائل الانترنت بحيث ان الاجانب يقدروا يشوفوا المعرض ويتجولوا فيه عن طريق الانترنت. كذلك ان احنا بنحاول ان احنا نطلع المعرض بره ونعمل جذب للسياحه الخارجيه. بنحاول نتواصل مع وزاره السياحه ووزاره الثقافه وكذلك المحافظات بحيث ان هم يقدروا يدونا تصاريح ان احنا نقدر نصور المعالم السياحيه في كل محافظه ونقدر نغطيها بشكل جديد باذن الله. استاذ احمد بيرو، مؤسس جماعه فنيه مصريه، اشكرك شكرا جزيلا وانتظر خطواتكم الفنيه القادمه ان شاء الله، ومن خلال معارضكم المحترمه البديعه التي تقومون بها كل فتره. شكرا جزيلا يا فندم. انا بشكر حضرتك وبشكر البرنامج الثقافي على انه فعلا متواجد في قاعات العرض ومتواجد مع الفنانين الشباب وبيدعم فكره ان الشاب لازم ياخد حقه ولازم يعرض ولازم اعماله تتشاف. ان شاء الله يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جدا لك يا فندم.